في ملخصنا النهاردة هنشوف ايه أول حاجة أورهان هيفكر فيها علشان يخلي حراء تفتكر تاني، وهل هيجيب نتيجة مع الدواء اللي إيدا قررت تبدله ولا لأ، وإيه الفخ اللي إيدا هتعمله لحراء علشان تخلي علي يبدأ يبعد عنها ويحبها هي بس، ويخلي عفيفة تكره رجوعها للقصر، وإزاي راشد هيقدر يخضع نورشاه ويخليها تكره كنان أكتر وتسعى إنها تبعده عن نفس، وهل هتقدر فعلا؟ كل ده وأحداث تانية كتير هنشوفها مع بعض النهاردة، فتابعونا للنهاية. اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ الأحداث بحراء وهي نايمة جنب أورهان وبصاله، وهي بتقوله إنها على الرغم من إنها مش فاكرة أي حاجة إلا إن إحساسها بالأمان من ناحيته إحساس قوي جدا، وبتحط إيديها على وشه وبتقوله إنها هتحاول تفتكر حاجة معاه لأنها حاسة بألمه وحزنه لأنها مش قادرة تفتكر حبهم. وبعد كده بتنام. بتبقى إيدا شافتها وهي داخلة الأوضة وبتفضل تعيط لأن حراء هتدمر كل اللي هي عملته بسهولة، وبتقرر تنتقم منها. أو بيشوفها موسى واقفة فبتقوله إنها كانت بتجيب حاجات ليها أو بتسيبه علشان تمشي. بيروح كنان يدي نفس للقاء تبات معاها لأنه عايز يشتغل على القضية بتاعتها، لكنه مش بيبقى حابب يعرف لقاء حاجة، فبتفهم لقاء إن عنده مشكلة بس بتسيبه يعمل اللي هو عايزه. وبتاخد نفس علشان يلعبوا مع بعض، وبيمشي هو علشان يرجع لمكتبه. بتبقى نورشاه في الوقت ده بتحاول تنام وبتسمع صوت فار معاها في المكتب، والأسوأ إن الكهرباء بتقطع فبتبدأ تخاف، أو بتلاحظ شخص واقف ورا باب مكتبها فبتترعب أكتر، وبتمسك العصاية وبتفتح الباب علشان تضرب الشخص اللي بيراقبها، لكنها بتلاقيه كنان اللي بيبقى جاي يساعدها بعد ما سمع صوتها وهو معدي، وبيفضل يخرج الفار علشان ما يخوفهاش لحد ما بيقدر أخيرا يخرجه. بعد كده بيقفل لها كابل الكهرباء علشان ما يحصلش ماس كهربائي في المكتب أو أي حاجة، لكن نورشاه مش بيهون عليها تشكره حتى، أو بتقوله إنها ما طلبتش منه مساعدة أساسا وكان ممكن تتصرف لوحدها. بتقعد تتكلم مع نفسها وبتبقى مستغربة ليه كنان بيساعدها مع إنه شخص سيء زي ما راشد بيقول، بس بعد كده بتوهم نفسها إن هو بيحاول يخدعها، أو بتلاقيه حط لها بطانية وأكل قدام باب مكتبها فبتاخدهم وهي مستغربة أكتر وحيرانة، وبترفض تيجي جنبهم لأنها مش عايزة تنخدع فيه وفاكراه شخص سيء جدا، خصوصا بعد كلام راشد عنه. بيطلع النهار وبيفوق أورهان وحراء جنبه، وبيفضل باصص لها بصدمة واستغراب وفرحة رهيبة لحد ما حراء هي كمان بتستغرب وبتقوم من جنبه وهي خايفة، أو بتسأله لو كانت عملت حاجة غلط أو لو كانوا مش بيناموا سوا. فبيقول لها أورهان إنها لسه فاقدة الذاكرة وعايزها تعمل كده علشان هي حابة ده، أو بيطمنها إن هو في قمة سعادته لما يصحى ويلاقيها جنبه وعايزة هي كمان تبقى زيه، فبتفهم حراء قصده وبتسكت. في الوقت ده بيبقى كنان راح للقاء علشان ياخد نفس للمدرسة، أو بيحكي لها إن راشد عايز ياخد نفس لأنها ورثت مبلغ كبير جدا من عمها، وهو بيحاول بكل الطرق يلاقي حاجة يخلي بيها نفس معاه لأنه مش هيقدر يستغنى عنها. وبتتضايق لقاء جدا من تصرف راشد اللي مش بيفكر غير في الفلوس، فبيطمنها كنان إن هو هيلاقي حل، أو بيروح يصحي نفسه علشان يوصلها لمدرستها. وبتبقى عفيفة قاعدة مع إيدا بتتكلم معاها، وبينزل أورهان وحراء وبيطلب من شوكت ينقل حاجته لأوضتهم القديمة لأنه قرر خلاص يقعد فيها، أو بيخلي حراء تقعد معاهم، وبتفضل حراء بصلهم بخوف وهي ساكتة، هو محدش منهم بيتكلم مع التاني لحد ما علي بيصحى وبيروح يحضن حراء وبتاخده توديه لأوضته، وبتفضل إيدا بصلها بحقد وكره وهي شايفاها بتسلب كل حاجة منها. بتقوم تروح المطبخ وبتطمن إن هيلسا وموسى هيخرجوا للسوق، وبتفضل تفكر هتبعد جونجا من المطبخ إزاي لأنها بتفكر تنفذ خطة تخلي علي وكل القصر يخافوا على نفسهم منها. بتبقى حراء قاعدة بتتفرج على الأحجار اللي علي بيرسمها، أو بيسألها لو ينفع يرجعوا يرسموها تاني سوا، فبتوافق حراء على طول، أو بيطمنها إنها حتى لو نسيت فهو هيعلمها إزاي ترسم عليها، أو بيبدأوا من جديد. أو بتحضنه حراء وهي مبسوطة جدا بحبه ليها. بتدخل إيدا تتكلم معاهم، أو بتقول لعلي إنها عايزة تحضر له كيك اللي بيحبها لأن حراء مش فاكرة حاجة وأكيد نسيت الكيك بتتحضر إزاي، فبيطلب علي من حراء تحاول تصنع له الكيك، وبتقنعها إيدا إنها تساعدها، فبتقع حراء في فخها، أو بتروح علشان تحضر لعلي الكيك، أو بتروح إيدا وراها، وبتبدأ حراء تطلع المكونات اللي هتحتاجها للكيك، وبتسأل إيدا لو كان علي بيحب كاكاو، فبتقول لها إيدا إن علي مش بيحبه على الرغم من إنه بيحبه، أو بتقول لها إن في قرفة ممكن تصنع بيها الكيك مع إنها عارفة إن علي عنده حساسية من القرفة، وللأسف بتثق فيها حراء وبتبدأ تحضر كيك بالقرفة، أو بتبص عليها إيدا من بعيد بخبث
وهي مستنية اللي هيحصل بعد ما تخلصها. بيبقى كنان بيجهز نفسه للمدرسة، فبتمثل إنها تعبانة علشان ما تروحش، ولما بتلاقي كنان هيكشفها بتقوله إنها خفت خلاص، وبتعرفه إن عندها تحدي في الفصل النهاردة وإنها خايفة ما تقدرش تعمله. فبيطمنها كنان إن هو واثق فيها وإنها تقدر تنجح في التحدي. بياخدها وبينزل. بنرجع لحراء اللي بعد ما بتخلص تحضير الكيك بتحضر لأورهان قهوته، بتروح تديهاله وبتقوله وهي مبسوطة إنها عملت كيك لعلي. بتخرج بسرعة من مكتبه لأنها بتبقى متوترة جدا كل ما تقف قدامه. بيلاقوا إيدا بتصرخ وهي بتنادي على علي بعد ما فقد الوعي بسبب الحساسية اللي عنده. وبتروح عفيفة تشوف حفيدها، وبياخد أورهان حقنة الحساسية بتاعته علشان يلحقوه قبل ما الوضع يزيد خطورة. أما نفس فبتبقى خايفة جدا تروح المدرسة بسبب التحدي اللي عندها، وبتمثل إنها مريضة. بس على حظ كنان إنها المرة دي بتبقى قدام مكتب نورشاه، وعلشان كنان فاهم إنها بتمثل بيقول لها تبطل تتحجج بالمرض علشان ما تروحش المدرسة. طبعا نورشاه بتفهم إن هو قاسي عليها أو مش مهتم لمرض الطفلة، أو بتتعصب منه أكتر، أو بتكمل إجراءات القضية بسرعة علشان تحميها منه. بنرجع لأورهان اللي بيقدر ينقذ علي في الوقت المناسب، وبتبقى عفيفة متعصبة جدا من حراء لأنها ممكن تضر علي وتموته. وبتسألها ازاي تدخل المطبخ وهي لسه جاية من يومين، وإنها بمجرد ما رجعت المشاكل بدأت ترجع معاها. فبيوقفها أورهان عند حدها، بيقول لها إن علي بقى كويس خلاص وإنها ما كانتش تعرف. بيسيبوا الأوضة وبيخرجوا ما عدا إيدا اللي بتروح تشوف علي وبتعتذر له إنها عرضت حياته للخطر، وبتقوله إنها كانت مضطرة تعمل كده. وبنفهم إن إيدا شبه أصلي جدا في تصرفاتها، وإن هما الاتنين ما عندهمش مشكلة يضحوا بحياة ناس تانيين مقابل إن هما يوصلوا اللي هما عايزينه. بيطلع أورهان وحراء للأوضة، وبتبقى حراء متأثرة جدا لأنها كانت هتأذي علي، وبتبقى حزينة ونفسها تفتكر كل حاجة. فبيحاول أورهان يهديها وبيقعدها علشان يجيب لها الدواء. وبتفضل نورشاه قاعدة في مكتبها بتفكر في القضية، وبتبقى متصورة إن كنان بيعذب نفسه علشان خاطر الفلوس اللي هي ورثتها، وإن جدها شخص عطوف ورحيم وهيقدر يحميها منه. بيرجع راشد للبيت وبيدخل المطبخ يلاقي زوجته كلت كل الأكل اللي هو كان جايبه، أو بيتضايق جدا. بس أول ما بيشوفها بيفضل يتغزل فيها، وبتبقى زوجته هي اللي مسيطرة عليه، أو بتخليه يعمل لهم الشاي علشان يقعدوا يتفرجوا على المسلسل ويغسل الأطباق كمان. بتبقى هي قاعدة زي الملكة، وراشد هو اللي بيعمل شغل البيت كله، كأن ربنا بيعاقبه على معاملته مع مريم وآسيا قبل ما يموتوا. بيطلع أورهان الأوضة، بيلاقي حراء مش موجودة، فبيسأل جونج عنها، بتقوله إنها ما تعرفش مكانها. بينزل بسرعة يدور عليها وهو خايف إنها تكون سابتهم ومشيت تاني. بيتصل راشد على نورشاه علشان يطمن على القضية، بيفضل يستعطفها ويقول لها إن هو مفتقد نفس جدا وعايز يتكلم معاها ويشاركها حياتها الجميلة وتكبر وهي قدامه. فبتطمنه نورشاه إنها تعمل كل اللي عليها علشان تتجمع بيه من تاني. بتلاقي مسؤول الكهرباء جاي يشوف العطل اللي عندها، فبتفهم إن كنان بعته، بترفض تخليه يعمل لها حاجة، وبتبقى متضايقة جدا من كنان وهي فاكرة إن هو بيمثل إن هو طيب. نرجع لأورهان اللي بيلاقي حراء قاعدة في البستان لوحدها، فبيهدى وبيروح يقعد جنبها علشان يتكلم معاها، بيمسك إيديها وهو بيقول لها إن هو كان لوحده قبل كده ومش هيسمح لها تبعد عنه تاني. بيطمنها إنها لو أخدت الدواء ومشيت على كلام الدكتورة هتقدر ترجع ذاكرتها. بيوعدها إن هو مش هيتخلى عنها وهيفضل معاها لحد ما تفتكر. بتروح نورشاه لمكتب كنان تديله البطانية بتاعته، بتقوله إنها مش محتاجة الكهربائي ولا لمساعدته علشان تعمل حاجة. بتنزل وهي متعصبة، وكنان مش فاهم أي حاجة. بيطلع فاتح يقول إن هو عرف اسم محامي راشد، وأول ما بيكتشف إنها نورشاه بينزل فورا وراها وهو متعصب. بيسألها إزاي تقف قدامه في القضية، فبتوجهه نورشاه وبتقوله إنها عايزة تساعد راشد المسكين علشان يسترد حفيدته منه، وإنها مش بتفكر بس في نفسها زيه. فبيفهم كنان إن راشد زرع كلام في عقلها لكنه بيبقى متعصب جدا منها. بيرجع أورهان وحراء للأوضة، بيروح يجيب لها الدواء علشان تاخده، وبتفضل حراء بصله بحزن وخوف وهي حاسة إن الدواء مش هيفيد بحاجة، لكنها في الآخر بتقرر تاخده وتعمل اللي عليها. ومحدش بيكون عارف إن الدواء ده هيضرها أكتر بسبب اللي إيدا عملته. وبعد ما حراء بتاخد الدواء بتقول لأورهان إنها خايفة ما تفتكرش حاجة من الماضي، وبتبدأ دماغها توجعها جدا، وبتوقع علبة الدواء من إيديها. وبنشوف فلاش باك وجونجا بتنظف الأوضة وبتوقع علبة الدواء اللي إيدا بدلت منها الأدوية بالغلط وكسرتها، وبتخاف وهي مش عارفة تعمل إيه. فبتخرج لموسى وبتحكي له اللي حصل، فبيطمنها موسى إن هو كان عاين واحدة معاه احتياطية لأن حراء مهمة جدا بالنسبة له. بيروحوا يرجعوها مكانها، وبنطمن إن حراء بتاخد الدواء الصح
وإن بكده ممكن ذاكرتها ترجع لها تاني. نرجع للواقع، وبتبقى حراء بتتألم من تأثير الدواء علشان العلاج، وبتبقى لسه بتلوم نفسها على اللي حصل لعلي. فبيحاول أورهان يخليها تشيل الفكرة دي من دماغها، أو بيقول لها إنها ما كانتش عايزة تأذيه ولا حاجة، أو بيفكرها لما كانت بتقوله إنها بالنسبة لهم ظل الشجرة اللي دايما بيلجأوا ليه، أو بيقول لها إنها بقى بالنسبة له الشمس واللي من غيرها مش هيبقى فيه ظل للشجر. أو بتفضل حراء بصله بحب وامتنان لوجوده دايما معاها، وهو بياخدها علشان يشموا هوا في البلكونة. نرجع لكنان اللي بيبقى في قمة عصبيته من نورشاه لأنها مش فاهمة حاجة. فبتقوله نورشاه إنها عارفة إن هي لسه ما تعرفش حاجة، لكنها عايزة تجمع الجد بالحفيد لأن ده حقه، وإنها مش هتسمح له يفوز بالقضية. والغريب إن كنان مش بيحاول يشرح لها الحقيقة، وبيروح علشان يمشي لكنه بيلاقي الباب مش راضي يفتح، وبيبقوا اتحبسوا هما الاتنين جوه. فبتلوموا نورشاه لأن هو اللي قفل الباب جامد، أو بيفضل كنان يقرب منها وهو متعصب جدا، أو بتخاف نورشاه ليكون عايز يضربها. أما أورهان فبيقدر إن هو يهدي حراء، أو بيسألها لو عايزة تنزل تشوف علي، فبتقوله إنها مش قادرة تنزل تشوفه لأنها كل شوية بتفكر لو كان ما أخدش الدواء في ميعاده كان إيه اللي هيحصل. بتطلب منه يكتب لها ملاحظات عن كل واحد فيهم، بيحب إيه وبيكره إيه، أو بيتعب من إيه. وبيبقى أورهان باصص لها وهو مبسوط إنها برغم اللي حصل لسه عايزة تتعرف عنهم ومش عايزة تأذي حد فيهم. بنرجع نورشاه اللي بتبقى خايفة من كنان، فبيقول لها إن هو جاي ياخد المقص، أو بيروح يحاول يفتح بيه الباب. فبتقوله نورشاه إن الباب مستحيل يفتح وهيبوظ أكتر. فبيرد عليها كنان وبيقول لها إن مش دايما اللي شايفاه بيبقى صح، وبيقدر يفتح الباب. وبيروح يرجع المقص على المكتب، وبيسيبها وبيمشي وهو في قمة عصبيته. وبتبقى نورشاه هي كمان محتارة أو مش عارفة هو طيب ولا لأ. بيخرج أورهان من عند حراء وهو بيكلم رائد وبيقوله ينفذ اللي طلبه من غير أي أخطاء، أو بيلاقي عفيفة رايحة تتكلم معاه وبتقوله إن بمجرد وصول حراء بدأت تعمل مشاكل تاني، أو إنها مش هتفتكر اللي حصل وهيعانوا بسببها أكتر. أو بتبقى عفيفة مش حابة وجود حراء تاني وما صدقت إنها اختفت من حياتهم. فبيقول لها أورهان إن ذاكرة حراء هترجع لها، أو بينزل وبيسيبها وهو متضايق جدا منها. بيفوق علي من النوم بيلاقي إيدا قاعدة جنبه، أو بيقوم يسألها إيه اللي حصل، وعلشان تكرهه في حراء بتقوله إنها عملت له كيك القرفة وإنها ما كانتش تعرف إن ده بيضره عشان كده تسببت في تعبه. فبيقول لها علي إن هو مش زعلان منها، وبتتضايق إيدا جدا لحب علي الغير مبرر لحراء. أو بيجي موسى ياخده علشان يلعبوا، فبيقوم يروح معاه. وبتبقى حراء قاعدة بتقرا الملاحظات اللي أورهان كتبها لها، أو بتلاقي علي طالع لها هو وموسى، أو بيقول لها موسى إن علي مرضيش يلعب غير لما يطلع يشوفها الأول. فبتروح حراء تعتذر له لأنها ما كانتش تعرف، أو بيقول لها علي إن هو كويس دلوقتي، وبيطلب منها ما تزعلش. فبتحضنه وهي متأثرة جدا، وبيجي أورهان يشوفهم وبيحس بالسعادة لأنهم أخيرا اتجمعوا من تاني حتى لو الظروف المرة دي مختلفة. هو بيبقى راشد واقف بيغسل الأطباق علشان ما يتعبش زوجته، أو بيلاقي كنان رايح يخبط عليه وبيقف يتخانق معاه، أو بيقوله إن هو لو عايز فلوس هيديله اللي محتاجه بس يبعد عن نفسه ويسيبه يربيها. لكن راشد بيبقى عايز ورث نفس، وبيقوله إن هو مش هيستغنى عن حفيدته بأي شكل من الأشكال. وبعد ما بيمشي بيستغل الفرصة وبيتصل بنورشاه، أو بيقول لها إن كنان جه هدده لأنه مش عايزه ياخد حفيدته. أو بتصدق نورشاه كلامه، أو بتقوله إن هو مش هيقدر يعمل حاجة وإنها هتعمل كل اللي تقدر عليه علشان نفسه تبقى مبسوطة. بيخرج أورهان وحراء من القصر من غير ما يقول لحد هو رايح فين، وده بيضايق عفيفة من حراء أكتر، أو بيحسسها إنها رجعت تاني خدت أورهان منها، أو ما بقاش يسمع كلامها زي الأول. بيرجع كنان للمكتب وهو متعصب جدا من راشد، أو بيقول لفتح إن هو مش هيسيب نفسه في حالها طول ما الفلوس موجودة، أو بيطالب بيها من غير خجل بعد ما كان رميها، أو مش بيسأل عنها حتى. فبيحاول فتح يهديه، أو بيقوله إن راشد مش هيقدر يعتني بنفسه زي ما هو ما بيعمل. أو بتيجي المشرفة الاجتماعية المسؤولة عن القضية وبتفاجئه إنها راحت لنفس المدرسة علشان ما تحسش إن في ضغط عليها من ناحية حد، أو بتطلب منهم تدخل تشوف الأوضة اللي هي بتنام فيها. فبيوريها فاتح الأوضة، وبيفضل كنان متعصب ومرعوب يفقد بنته. بيوصل أورهان وحراء لواجهتهم، هو بيبقى واخدها القافلة زي اللي كانت فيها وهي صغيرة مع والدها، وبيقول لها إن هم عملوا رحلة بيها قبل كده وهيعملوا رحلة تانية دلوقتي. فبتفرح حراء جدا وبتركب معاه وهي مبسوطة. وبتخلص المسؤولة الاجتماعية مهمتها وبتقف تتكلم مع فاتح وكنان، وبيفضل فاتح يتكلم معاها عن إن كنان محبوب من كل أطفال الحي وإنه طيب جدا ونفس بتحبه وعايزة تبقى معاه. فبيخليه كنان يسكت علشان ما يضايقهاش، وبتنزل بعد ما بتودعهم، وبيبقى كنان قلقان على نفس وعايز يعرف يتكلموا معاها في إيه. بنرجع لأورهان وحراء
اللي بيبقوا ماشيين في طريقهم وبتسأله لو كانوا راحوا المكان ده قبل كده، فبيقول لها إن هم كانوا مستمتعين جدا وقتها، وبيطلب منها تفتح الدرج بتاع العربية، أو بتلاقي فيه دفتر الصور، فبيقول لها إن فيه صورة لوالدها ووالدتها، أو بتفتح حراء وهي مبسوطة جدا، أو بتتأثر جدا لأنها مش بتبقى فاكراهم هم كمان. فبيطمنها أورهان إن هم هيقعدوا يتكلموا سوا، وهيخليها تفتكر كل حاجة مع الوقت. وبيقف كنان يستنى نفس لحد ما بتخرج من المدرسة، وبيبان إنها متضايقة جدا، فبيقلق عليها كنان وبيسألها إيه اللي مضايقها، فبتقوله إنها ما قدرتش تنجح في التحدي زي ما كانت متوقعة. فبيطمنها كنان إن هو هيعلمها، بياخدها علشان يمشوا. بيوصل أورهان وحراء للبحر، بينزلوا يقعدوا قدامه وهم مبسوطين. فبتخرج حراء الدفتر من معاها، وبتبدأ ترسم. فبيقول لها أورهان إنها كانت بترسم مع علي بس ما كانتش ماهرة، بتحكي له إنها لما كانت مع أيسن كانت بتقعد بالليل لوحدها، بتستغل الوقت ده في إنها تتعلم الرسم، بترسمهم هما الاتنين. بيشوف أورهان الرسمة، بيكون مبسوط جدا بيها. بيخلي كنان فاتح يتشقلب قدام نفس، وبعد كده بيفضل يعلم نفس تتشقلب ازاي لحد ما بتقدر تعملها لوحدها، بيسقفوا لها وهم فخورين بيها. بيجي الليل وحراء وأورهان لسه قاعدين قدام البحر وقدام النار، بيقول لها أورهان إن هي اللي كانت بتقوله إن هو لو ركز للنار النار هتنجذب ليه. فبتقوم حراء تحضر لهم حاجة يشربوها، بيقعد كنان مع نفس يحكي لها قصة، بيفضلوا يتكلموا مع بعض. فبتسأله نفس لو كان هيتخلى عنها، فبيحزن كنان وبيقول لها إن هو مش هيقدر يستغنى عنها أبدا. بعد ما بيخليها تنام، بيخرج لفتح اللي بيقوله بفرحة إن نفس قالت للمسؤولة الاجتماعية إنها مبسوطة مع كنان، مش عايزة تعيش مع جدها. بيبقوا متأكدين إن راشد مش هيقدر يعمل حاجة بعد ما نفس رضيت تعيش معاه. بترجع حراء تقعد جنب أورهان، وبتسأله هي كانت عاملة ازاي وإيه كانت تصرفاتها. فبيقول لها أورهان إنها كانت طيبة جدا، وإنها كانت بتعتبر نور شاه أختها وعلي ابنها، وكانت دايما مهتمة بيهم وعمرها ما فكرت تأذي حد قبل كده. فبتسأله حراء بخوف إيه هيكون الوضع لو ما افتكرتش أي حاجة. بيطمنها أورهان إن في حاجات هتفضل زي ما هي حتى لو هي مش فاكرة، لأن جوهرها عمره ما هيختلف. بيطلع النهار، وبتقعد نور شاه مع راشد علشان تتكلم معاه، بتقوله إن نفس قالت إنها مبسوطة مع والدها. فبيوهمها راشد إن كنان أكيد كان مهددها بحاجة أو بيخدعها، بتصدقه نور شاه، بتقوله إن عندهم حل، وهو إنه يروح يتكلم مع القاضي ويطلب منه نفس تعيش معاه لحد وقت المحكمة، وتبقى تقرر هتبقى عايزة تعيش مع مين. فبيقوم راشد جري علشان يروح يتكلم مع القاضي. بتبقى نفس قاعدة هي وكنان بيتكلموا مع بعض ومبسوطين. فجأة بيلاقوا نور شاه وراشد ومعاهم شرطة جاية لهم، فبتستخبى نفس ورا كنان، وبتقف نور شاه بكل تحدي تقوله إن نفسها هتروح تعيش مع جدها خلال فترة المحاكمة. وبيفضل كنان باصص لها بغضب، ونفس بصلهم بخوف، وهي مش عايزة تروح مع راشد لأنها بتخاف منه. أما حراء فبتبقى قايمة تعمل حاجة، وبتبدأ دماغها توجعها، وبتفتكر ذكريات من الماضي عن القافلة ورحلتهم فيها. فبتقول لأورهان بفرحة إنها افتكرت. بيبقى أورهان في قمة سعادته، وهو شايفها بتتحسن وهتقدر تفتكر كل ذكرياتهم مع بعض. وبيخلص ملخصنا على كده. تفتكروا إيه هيكون رد فعل حراء لو افتكرت التعذيب اللي أورهان كان سبب فيه، وإمتى ذكرياتها كلها ترجع لها؟ وتفتكروا راشد هياخد نفس، وإيه اللي هتعيشه المسكينة لو ده حصل؟ وإزاي كنان هيحاول يرجعها لي تاني؟ وإمتى النورشاه هتعرف إنها غلطانة؟ كل ده وأكتر هنلاقيه في الملخص اللي جاي، فتابعونا. اكتبوا لنا توقعاتكم انتم في التعليقات ورأيكم في ملخص النهاردة. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا، واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me?
well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I